ماكينة الأمريكان كوفي. طريقة التحضير: أول حاجة نملى خزان المية اللي في الخلف، بعدين نحط البن المطحون في الفلتر الورقي أو المعدني اللي جوه الماكينة. البن بيكون مطحون خشن شوية أكتر من الإسبريسو. بعد كده المية بتسخن وبخار المية بيتكثف في أنبوب داخلي يمشي لحد ما يوصل فوق البن. تبدأ المية تنزل نقطة نقطة على البن، والعملية دي اسمها تقطير. المية وهي نازلة بتسحب معاها زيوت ونكهة البن، وده بيخلي الطعم غني وريحته قوية. القهوة بتتجمع في الإبريق الزجاجي اللي بيكون فوق سخان صغير يحافظ على حرارته. طب والنتيجة: كوباية قهوة أمريكية خفيفة في القوام، كبيرة في الحجم، مصنوعة من مية مقطرة. لو عايز طعم أقوى استخدم بن أكتر أو قلل كمية المية. تعليمات الاستعمال: ما تشغلش الماكينة من غير مية في الخزان، كده تتلف دورة التسخين. ما تملاش الخزان أكتر من الحد المسموح عشان المية ما تسربش. ما تلمسش الأجزاء السخنة زي صفيحة التسخين أو الإبريق بعد التشغيل المباشر. بلاش تستخدم قهوة ناعمة قوي لأنها ممكن تسد الفلتر. نظف الفلتر والإبريق بانتظام لمنع تراكم الرواسب اللي بتأثر على الطعم وعمر الماكينة. من الموديلات المتوفرة في السوق المصري صناعي وميانتا.